السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في بودكاست جديد من بودكاست بناتنا، المساحة الآمنة ديال كل امرأة مغربية. أنا سميتي مريم، واليوم حلقة جديدة على الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان. رمضان ها هو وصل، وكاينين جوج ديال الأنواع ديال الناس كيتسناو الشباكية والحريرة، والناس كيتسناو السلام اللي غيهبط على القلب ديالها. السؤال هو رمضان بالنسبة لينا شنو هو؟ عادة، طقوس، ولا فرصة حقيقية باش أننا نتبدلو؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا ما قالش لعلكم تجوعون، لعلكم تعانون، لا، لعلكم تتقون، يعني أنه الصيام الغرض ديالو هو التقوى، ماشي خوف فقط، تقوى وعي، واحد الإحساس داخلك تيقول لك أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأنني خصني نستغلو باش نكون أحسن. رمضان وإعادة تشكيل العقل. علم النفس كيهضر دائما على حاجة سميتها نوروبلاستيسيتي، اللي هي الدماغ كيبدل وكيتبرمج من جديد بالعادات اللي كنعاودوها. يعني إلا درتي في رمضان مثلا صفحة ديال القرآن كل نهار، قيام ولو 2 ركعات، ذكر بسيط بالجوارح ديالنا، ماشي تنعاودو تنقولو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، خاصني نريح ونستشعر هادوك الكلمات ونحس بهم في الجسم ديالي، كيفاش أنه النفس ديالي والنفسية ديالي كتغير ملي كنذكر الله، وأنك مثلا تكتب الأفكار ديالك والمشاعر ديالك. من بعد 30 يوم فعلا غتلقاي راسك أنك بديتي واحد النسخة جديدة منك، واحد النسخة ناضجة واعية متقربة إلى الله أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني واخا أقل حاجة بسيطة اللي بالنسبة لك انت تقدر ما تكلفكش واحد الوقت كثير، ولكن المداومة عليها هي عند الله أحب إليه من شي حاجة اللي هي كبيرة ولكن منقطعة. يعني قليل اللي دايم خير من بزاف اللي داك اللي دغيا تيحبس. كاينه واحد التجربة معروفة نفسية كانت دارت على أطفال، عطاوهم حلوى قالوا لي إلا صبرتي وما كليتيهاش دابا نعطيوك 2 من بعد. اللي صبروا من بعد في حياتهم كان عندهم تركيز ونجاح أكثر. رمضان هو هاد التجربة، ولكن بطريقة مختلفة، بنسخة روحية. كتعطش وما كتشربش، كتجوع وما كتاكلش، ماشي حيت ما عندكش، ولكن حيت اختاريتي أنك تتحكم. وهنا كتوقع المعجزة الصغيرة، أنك كتكون انت القائد ديال نفسك، ما كتكونش الرغبات ديالنا والشهوة ديالنا هي اللي كتحكم فينا. أشنو هي الجائزة اللي في الآخر؟ هي علاش من بعد كنحتفلوا بالعيد الفطر؟ لأنه كيجينا كمكافأة من بعد الصيام ديالنا. الإمام أبو أحمد الغزالي كان يقول أن الصيام ماشي هو فقط على الطعام، بل الصيام عن العين، صيام العين عن الحرام، واللسان عن الأذى، والقلب عن الحسد والحقد. تخيل هاد رمضان يدخل وتقرر أنك ما تغتاب حتى حد، أنني على الأقل تسامح شخص واحد، أو على الأقل هاد الشهر رجع علاقتي بالله سبحانه وتعالى من القلب، ماشي بالعادات، ماشي غير أنني نصوم وصافي نفطر ونتفرج في المسلسلات ونضيع هاد الفترة هادي الروحانية الربانية. بالعكس، رمضان هو وقت ديال ريزيت، هو وقت ديال إعادة برمجة جديدة، وقت أنه ترجع للنسخة الأصلية ديالك كل ما تراكم عليك الدنيا. لذلك كان كيقول أبو حامد الغزالي، كان كيشرح بلي الصيام درجات. كاين الصيام ديال العوام اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب، كاين صيام الخواص اللي هو صيام الجوارح، وكاين صيام أعمق اللي هو صيام القلب. شنو هو صيام القلب؟ هو ما تخليش الغضب يتحكم فيك، ما تخليش ما تبقيش تهزي في خاطرك مثلا وتحقدي على أشخاص آخرين، تسامحي واحد ظلمك، تدعي شي حد اللي ما بينك وما بينه حتى حاجة. تخيلي أنك تدخلي رمضان وتقولي هاد الشهر غادي نحيد ننظف الحقد أو الحسد أو الغيرة أو أي مشاعر سلبية، غادي نطلقها وغادي نحررها وغادي ننظف قلبي منها. أنا عارفة أن هادشي ثقيل، أنه صعيب باش أن الإنسان يحاول أنه يكون ضد الأشياء اللي موالفتي ديرها العام كامل، ولكن غادي تحسي بواحد الراحة من بعد، وغادي تحسي بواحد التحرر. هو أصلا رمضان
سبحان الله، هو فرصة كتنظفك من الداخل، ماشي غير كتبدلي الجدول ديال الأكل. دابا غادي نوصلوا أختي العزيزة إلى كيفاش نستافدوا من رمضان بأكبر قدر. أول حاجة خصنا نحدوا النية، ماشي غير بغيت نكون أحسن، لا، أنا نويت أنه هذا رمضان غادي نبداه وأنا شخص، وغادي نخرج منه أنا شخص مختلفة تماما. بغيت نخرج من رمضان وأنا قريبة لله سبحانه وتعالى، وأنا أكثر هدوء وانضباط وأكثر قربا من نفسي ومن الله سبحانه وتعالى. ثانيا ديري خطة بسيطة، ما تقليش على راسك، ما غاديش نقول لك انا زي ورقة وسجلي بزاف ديال الحوايج. يكفي انه ديري جوج الحوايج مثلا مدة شهر كامل. مثلا كل نهار تكتبي حاجة حمدتي الله عليها، حاجة قاومتيها، او دعاء من قلبك. ممكن انه تخلي مثلا بالنسبة لك الخطة ديالك هي انك تقراي صفحة ديال من كل نهار من القرآن، وانك 5 دقائق للاستغفار من قلبك، تحسي براسك وتستشعري الله سبحانه وتعالى وتستغفريه. أو أنه فقط تجلسي وتدعي للناس اللي كتعرفي، وتدعي مع أي إنسان حسيتي بيه أنه محتاج للدعاء ديالك، تدعي معاه. هذا الشيء كله ولو بان لك بسيط وكله خطوات بسيطة، ولكن غاد بك في اتجاه باش أنه تكوني نسخة أحسن من نفسك، أنك تصالحي مع نفسك وتكوني أكثر قربا من الله. كذلك ما نساوش أنه كل ما قلتي مواقع التواصل الاجتماعي كل ما أحسن، كل ما قللتي التلفاز والمسلسلات كل ما أحسن، كل ما قديتي أنك تحاولي تستغلي ديال الوقت ديال الخلوة ديالك والوقت الزائد ديالك في حوايج مفيدة ليك كل ما أحسن. لحقاش داكشي كله حاجة ما غادي تهرب، أنه ملي غادي تسالي رمضان باقي المسلسلات اللي فاتو، باقي الريزو سوسيو، باقي هادشي كله. المهم أنه انتي في الفترة ديال رمضان ما تفوتش عليك وانتيا ما استغليتيهاش وما حققتيش فيها ولو 20% من الأشياء اللي كنتي ناوية أنك تحققيها. خطوة أخرى أيضا باش أنه تستغلي رمضان بأقصى أو أكبر فائدة ممكنة، علم النفس كيأكد أن البيئة كتأثر أكثر من الإرادة. إلا بقيتي محاطة مثلا بالضجيج وبالمقارنات وبالغيبة وبالنميمة، قلبك غادي يبقى مشتت. في رمضان فرصة أنه تنقصي الإشعارات ديال البورطابل ديالك، ميبقاوش يوصلوك الواتسابات وميساجات في كل وقت ويخلوك مفتونة. تحاولي أنك تركزي أكثر، تحضري تكوني حاضرة في الوقت، في هنا والآن. حنا دابا في شهر رمضان الكريم، وأنا دابا مثلا صايمة، تنفكر بأنه أنا خصني نستغل هاد الوقت ديالي دابا في الحوايج اللي هي مفيدة. وبدلي كذلك المحتوى اللي كتشوفي، مثلا كيخرجوا لك محتويات ديال لي بوز ديال المشاكل ديال الصراعات العائلية، ديري بهم أنهم لا يهموني وما غيبقاوش يطلعوا لي. كذلك قربي من الناس اللي كيهضروا على الخير. أكيد كلنا عندنا شي إنسان قريب لينا، إنسان طيب ولا إنسانة طيبة، كتكون مثال في الطيبوبة وفي ذكر الله في الإنسانية. هاد الناس هادو زوين أنك تقربي منهم أكثر وتشوفيهم وتزوريهم، أولا تعيطي ليهم وتديري بهم احتكاك أكثر. علاش؟ لأنهم هما تيكونوا ديك الطاقة ديالهم تتكون معدية، كتعديك بواحد الطاقة اللي هي إيجابية وزوينة ومفيدة. كذلك في شهر رمضان هو شهر ديال أنه المعنى ديال الوجود ديالنا. واحد من أكبر المشاكل ديال العصر هو الفراغ الداخلي، عندنا كلشي ولكن ما عندناش السكينة. رمضان كيعلمك أنك تعيشي بالمعنى، أنك تجوعي كتحسي بالفقير، كتصبري وكتحسي بالقوية، وكتدعي الله وكتحسي بالقرب منه. الصيام ما كيضعفكش، كيقوي العضلة الروحية ديالك. كذلك خاصنا نستغلو من أجل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. علاقتنا مع الله خاصها دائما ما تكونش علاقة خوف، خاصها تكون علاقة حب. الله سبحانه وتعالى في أي سورة كنبغيو كنبداوها بسم الله الرحمن الرحيم. الله كتب على نفسه الرحمة. ميمكنش أنه نبقاو حنا دائما تنخافوا أن الله غادي يشدنا، غادي يعذبنا، غادي يعلقنا. لا، خاصك تفكري بأنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هو علاقة ديال الحب. الله هو خلقنا أحسن خلقة ديالنا، وسخر لينا ما في السماء وما في الأرض باش أننا نعيشوا في هذه الأرض وأننا نديروا الرسالة ديالنا. ورمضان هو فرصة، هو توقيت رائع، لأنه الأرض كلها كيكونوا فيها بزاف ديال المسلمين. حنا ما شاء الله راه حنا 2 المليار ديال المسلمين على وجه الأرض، يعني كلنا كنكونوا في واحد الموجة ديال الروحانية. قد ما قدينا أنه نستافدوا من هذه الموجة الروحانية
ونعيشوها على أكمل وجه. سؤال مهم قبل ما نختم: إلا جا رمضان ومشى وبقيتي نفس الشخص وحسيتي راسك أنا ما تغيرت فيك حتى حاجة، واش بصح نيت كتظني نفسك أنك عشتي رمضان، أنك استغليتيه؟ رمضان ماشي غير تحدي 33 يوم كتسالي، هو انطلاقة، هو البطارية اللي كتاخدي منها الطاقة ديالك والإيمان ديالك للسنة كاملة. الفائز الحقيقي ماشي اللي كيسالي القرآن بسرعة، ولكن اللي كيخرج بقلب أهدأ، بنفس منضبطة وروح أقرب من الله. ودابا سي الغزالة الحبيبة، أنا بغيت نختم معاك باش نقول لك أنه رمضان ماشي شهر ديال الحرمان، هو شهر ديال التحرير من العادات اللي كتستهلكك، من المقارنات، من الغفلة، ومن النسخة الضعيفة ديالك. دابا نسولك سؤال بصراحة: شنو هي النسخة اللي بغيتي توليها من بعد رمضان؟ كتبيها، حديها، كتبي المواصفات ديالها، وعيشي هاد الشهر بنية التحول. رمضان كيجي كل عام، ولكن ماشي كل عام كنخرجوا منه متبدلين. هاد السنة هادي خاصك تستغليه باش تكون مختلفة. قبل ما نختم أختي الغزالة، نديرو دعاء إن شاء الله، نتمنى الله يتقبلو منا وحنا في هاد الشهر المبارك. يا رب، ها نحن على باب رمضان، وحنا في قلوبنا تعب، وفي صدورنا كلام ما تقالش، وفي أرواحنا عطش أكبر من عطش الجسد. يا ربي دخلنا رمضان وحنا محتاجين ليك أكثر من أي وقت فات، محتاجين رحمتك، محتاجين سترك، محتاجين حضنك الإلهي الذي يطمئن القلب. اللهم إنا ضعفاء فقوينا، وإنا متعبون فأرحنا، إنا ضائعون فاهدنا. يا ربي، كم من مرة وعدناك ورجعنا لنفس الأخطاء، كم من مرة قلنا غادي نتبدلو وتأخرنا، لكن اليوم جايينك بقلوب صادقة، ما عندناش أعذار غير أمل كبير في الكرم ديالك. اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا مرور الكرام، لا تجعله عادة، اجعله يقظة. أيقظ فينا الخشوع بعد طول الغفلة، أيقظ فينا الدموع بعد قسوة القلب، أيقظ فينا الحنين إليك. يا ربي، إذا كانت بيننا وبينك مسافة فاقطعها بلطفك، إن كانت قلوبنا متعبة فاشفها بنورك، إن كان في داخلنا حزن لا يعلمه إلا أنت فبدله طمأنينة. اللهم اغفر لنا ذنوبا أثقلت أرواحنا، واغسل قلوبنا من كل حقد ومن كل غيرة ومن كل ألم قديم ما زال يسكننا. يا رب ترزقنا في هذا الشهر دمعة صادقة تغيرنا، ودعوة مستجابة تقربنا، ولحظة قرب منك تنسينا تعب السنين. يا ربي ما تخرجنا من رمضان كما دخلناه، اكتب لنا فيه بداية جديدة، اكتب لنا فيه سلام داخلي، واكتب لنا فيه قلبا يعرفك حق المعرفة. يا ربي إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تسعنا. آمين يا رب العالمين. سي غزالة، شكرا بزاف على هذا الوقت هذا اللي تصنتي فيه البودكاست ديالي، كنتمنى أنه يكون نفعك ولو 1%. كنشكرك بزاف لأنك وصلتي حتى لهنا بودكاست بيناتنا. نتمنى أنكم تقترحوا عليا مواضيع أخرى اللي ممكن أنها تهمكم. شكرا بزاف، ونتلاقاو في الحلقة القادمة بإذن الله، ورمضان كريم.